الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله عز وجل في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ايش رايكم نقرأ الآية مع بعض؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لنا للحياة الدنيا، وما أكثر الأمثال التي يضربها الله لنا للحياة الدنيا، وما أكثر ما يزهدنا الله عز وجل في الحياة الدنيا. سماها لعبا ولهوا، وسماها متاع الغرور، وقال وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، واعتبرها لا حياة عندما قال وإن الدار الآخرة لهي حيوان، هي الحياة. هذه الحياة الدنيا ليست حياة. فهذا مثل يضربه الله تعالى للحياة الدنيا، وهو مثل ملموس محسوس مشاهد نشاهده. يعني الواحد منا لو أخذ يرجع ويستذكر وقوع مثل هذا المثل ربما وقع في حياته عشرات المرات، ومع تسارع الدنيا وكثرة الأحداث هذا المثال نشاهده كثيرا في الحياة الدنيا. الله تعالى يقول إنما مثل الحياة الدنيا. أولا نسأل أنفسنا لماذا الله تعالى يضرب لنا هذه الأمثال وينبهنا على حقيقة الدنيا ويقربها لنا ويكرر هذا المعنى كثيرا في سور القرآن الكريم؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ نعم، حتى نعرف حقيقتها، وحتى لا نغتر بها ولا نركن إليها ولا نتنافس عليها، وإنما نجعلها قنطرة عبور، مرحلة إعداد وتجهيز واستعداد للحياة التي خلقنا من أجلها، وهي الحياة الآخرة. ولأن الله عز وجل يعلم ضعف الإنسان وميله، وأنه مهما كان ينغر وينخدع، فاحتاج إلى أن تتكرر هذه الأمثال وأن تتوزع في القرآن الكريم كاملا، بحيث إن فاتته في السورة الأولى يجدها في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، يكون هذا المعنى راسخا في نفسه وثابتا،
وكلما ضعف اليقين في نفسه اطلع على هذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل لنا فيرسخ هذا المعنى رسوخا في نفسه. واضح هذا؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. مثال حسي ملموس يضربه لنا الله عز وجل ليقرب لنا الصورة. كماء أنزلناه من السماء، إذن هو تمثيل صورة بصورة. ماء المطر ينزل من السماء، أي من السحاب أو من جهة السماء، لأن السماء في القرآن الكريم يطلق على عدة معاني، ومن ضمن معانيه العلو، سواء كان علوا حسيا أو علوا معنويا. فهنا الماء كما تعلمون لا ينزل من السماء، وإنما ينزل من مكان قريب جدا من السحاب الذي هو أقرب إلى الأرض وهو في حدود الأرض. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي اختلط هذا الماء مع النبات، أو تكون الباء سببية، أي بسبب هذا الماء، به أي بسببه اختلط نبات الأرض، فكان سببا في إزهاره وفي نموه وفي ظهوره. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، مما تنبت الأرض مما يأكل الناس والأنعام، النباتات التي يأكلها الناس كالنخيل والعنب والزيتون وغير ذلك مما يأكله الناس، والأنعام كالحشائش ونحوها مما هو من طعام الحيوان. إذا الصورة بدأت تتضح لديكم. ماء ينزله الله من السماء، ينزل على التربة، يختلط بالنبات بالحبوب وبالأشجار، فيكون سببا في نموها وازدهارها وإثمارها، سواء كان ذلك للإنسان أو للحيوان. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، نضجت الثمار واكتمل نمو الأشجار وآن وقت الحصاد، وزينت صارت متزينة بهية تلفت الأنظار وتبهج النفس وتريح نفس صاحبها عندما يدخل إليها ويتجول فيها. خلاص بلغت القمة، بلغت النهاية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أن قادرون عليها، عندما يشاهدون الثمار نضجت وجنيها أصبح سهلا ميسورا، لا يخطر على بالهم أن يمكن أن يأتي عليها أمر من الله عز وجل فيتلفها وتذهب ولا يستفيد منها صاحبها. خلاص هو قادر يحسب حسابا أن كيف بجنيها وكيف سأكلها وسأتفكى بها وسأبيعها، ما يخطر على باله أن تذهب هذه الثمرة. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أي أهل الأرض أو أهل الثمرة وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أتى هذه الأرض أمر الله، أنزل الله عليها شيء من الآفات السماوية، جائحة، مطر، حريق، فيضان، دابة، أي شيء مما يفسد هذه الثمار ويجعل صاحبها لا ينتفع منها بشيء. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، الليل والنهار في أمر الله سواء، فقد يأتي بالليل وقد يأتي بالنهار، وقد يكون عند قوم الليل وعند آخرين نهار، يأتي أمر الله عز وجل.
وإذا أتى أمر الله فلا راد لأمره ولا معقب لقضائه. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، صارت هباء منثورا، كأن لم تكن على حالة بهية، ما كان، كأن لم تغن بالأمس، ما كانت غناء، ما كانت حديقة غناء. فالذي يشاهد هذا المنظر اليوم وهو متذكر المنظر لا يكاد يصدق أن تلك الجنة هي هذه الجنة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، راح كل ذلك في لمح بصر، في لحظة، بأمر الله عز وجل. ايش اختار الآية؟ كذلك نفصل الآيات. شوف الله تعالى يفصلها لمن؟ لقوم يذكرون. إذا نحن مدعوون إلى ايش؟ تفكر. عندما نمر لهذه الأمثال، ضرب الله مثلا له مثل قرية وضرب، هذه ما نمر عليها مرور الكرام، وإنما نمر عليها مرور المتفكر المتدبر المتأمل. وهذا مثل لنا. هكذا هو حال حياة الدنيا. الإنسان يكون في حال غنى وراحة ومال، يأتي أمر الله تعالى فيفارق هذه الدنيا ويخلف كل هذا وراء ظهره. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهكذا حال الإنسان، يعمر هذه الدنيا وينمي ويكون الأموال والأولاد وأمانيه طويلة وعريضة بهذه الدنيا، ولكن يأتي أمر الله تعالى في لحظة لا يدريها هذا الإنسان، فيكون كأن لم يغن، هيك بس يبقى مثل السراب. يبقى هذا الشخص اللي كان يعيش ويسير ويجي ويأخذ ويعطي كأنه كالسراب، كالخيال فقط. فهذه عبرة ودرس عظيم للإنسان عليه أن يعتبر، وذلك بأن يستعين بالدنيا، أن يأخذ حظه من الدنيا، يأخذ نصيبه من الدنيا، لكن ليس على حساب الآخرة. أنت خلقت أصالة للآخرة، وما الدنيا إلا مزرعة ودار عمل لكي تحصد ما زرعت في الآخرة، وإلا أنت خلقت أصالة للآخرة. فخذ من الدنيا حظك، خذ من الدنيا نصيبك، لكن ليس على حساب دينك، ليس على حساب آخرتك. ما كما يفعل كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة لنا جميعا. يعني الإنسان ضعيف، ترى الإنسان ضعيف، ولا يشوف دنيا ويعرف وموت وأننا بموت بكرة يمكن اليوم، ومع ذلك نفسه تغلبه أحيانا فيقع في أشياء محرمة. وش استفيد من هذا الآن؟ ضريت ديني، لوثت نفسي، وسأستمتع بهذا الذي حصل في الدنيا. كم بستمتع؟ سنة، سنتين، 10، وخلاص بموت وبحق في القبر، ويلا أنا عاد أتولى الحساب والمسؤولية وغيره نستمتع. كثير من الناس الآن ما يبالي بالحرام ويبحث عن أعذار عن نفسه. والله الناس كلها تسوي كذلك ومو تسوي والحاجة ويلا وكذا، بس كذا تمشية حال، يعني كلام يبي يبرد النار ويخفف اللوم اللي في نفسه، لأن النفس تتحرك تلوم صاحبها، فهو يحاول أن يخفف هذا اللوم وهذا العتب النفسي بأي عابر يجيبها ويأتي بها. لا، لابد أن يكون المسلم صاحب مبدأ،
لأننا خلقت للآخر، هذه حقيقة لابد نحطها في بالنا، أنا خلقت للآخرة، فعلي أن أتعامل مع الدنيا بحذر، كمن يقع في أرض الشوك أو في أرض ملغمة، يعرف أين يضع قدمه. شيء يضرني في ديني عياذا بالله، كل العمال سايق عليه ايش؟ الجاه، ما أبغى. إن شاء الله ملايين، إن شاء الله أوطن نفسي، أربي نفسي على هذا المبدأ أن ديني وآخرتي ما لا مساس، كما يقولوا خط أحمر بلغة الزمان هذا. آخر من الدنيا أتمتع، أتوسع في الرزق، أتوسع في الخير، لا بأس، لكن ليس على حساب ديني. يكون عندي مراجعات، يراجع نفسه، فإذا شاف تسيبا أو بدأ يضعف أو بدأ يتهاون أو فيصلح ويعدل سلوكه، لأنه يعلم أنه خلق للآخرة، فعليه أن يعمل للآخرة. الناس واجد لا يغشروا أعمارهم، يغشرون نفسهم غشرا. الآن أنا أعطيكم أمثلة عشان تعرفوا كيف الناس خرجتهم الدنيا. الآن مع الانتخابات مجلس الشورى، واحد حسب ايش؟ حسب يقال أنا فزت عضو ممثل ولاية فلان أو ولاية الفلانية. طيب وبعدين كم ببقى عضو؟ 4 سنوات، 8، 12، وبعدين بتنطفي ترى هذه، وبعدين بموت وبتمر 100 سنة و200 سنة و300 سنة وأنا ميت، خلاص روح. هذا ليش أضرب ديني حسب أنا أدوس هذا المنصب؟ يشد حيله ويشتري الأصوات، يرشي الناس، يعطي هذا 20 ريال، هذا 30 ريال، هذا 40 ريال. إيش فائدة هذا المنصب اللي بيفسد علاقتي بيني وبين ربي وبيضيع علي ديني؟ أنا أصلي وصوم وزكي واستغفر وهي من خرقة من جانب، ما عندي خبر. أيوة صح، هذا المشكلة، هذا إغراء الشيطان. ليش بستفيد من هذا المنصب؟ أنا بس أتعرف ما أستفيد منه. يقولوا لي شيخ وبدخل مع الوزراء وبحصل مع، طيب كم سنة بسوها؟ كم سنة؟ 20 سنة؟ 30؟ 40؟ هل هذا شيء يسوى مقابل حياة أخروية سرمدية لا نهاية لها، نعيم؟ هل هذا لا يذكر؟ أنا وش شطني أنني أفسد ديني حسن؟ وهذا قلنا بعده، هذا بعد ضحك عليه نفسه والشيطان أنه يقول ها بيلوه شيء من متاع الدنيا، لكن هذا اللي يقبل أنه يأخذ 20 ريال أو 30 ريال أو 40 ريال عشان يبيع صوبه. يعني تفسد دينك على 20 ريال على 30 ريال. قالوا ما قريبي ولا ولد عمي ولا من جماعتنا ولا استحيت منه. يا أخي استحي من الله عز وجل، الله أحق أن يستحى منه. شيء يفسد دينك ابتعد عنه، مهما كان مغريا أو ريد الناس يتراكبون عليه. كما خبرتك حط عندك مبدأ، إذا تعيش في هذه الدنيا ولا مبدأ بيضيع عليك دينك وما يبقى معك شيء. ولا تغتر بكثرة الناس والجميع يسوي والكل يسوي، هذا ما عذر لك عند الله ترى، لأنك ستأتي فرادى. ولقد جئتمونا فرادى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيوة، يوم تأتي كل نفس مسوي، تجادل عن نفسها ولا تجادل عن غيرها، عن نفسها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته. أيوة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ماليش. أيوة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني تصوروا كيف الله تعالى يصور لنا هذه الصورة. طفلها في حضنها ترضعه، هي مرضعة في وقت الإرضاع، ولكن لهول ذلك اليوم تغفل عن والدها، ممكن يطيح من حضنها وما عندها خبر، خلاص اشتغلت عنه، وهي أم وتعرفون الأم وكيف حالها. وتضع كل ذات حمل حملها، هول ذلك الموقف يسقط الحمل.
وترى الناس ايش؟ سكارى وما هم بسكارى، يعني يعيثون هكذا، لا يعرف أين يسير كحال السكران، ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الواقع. فالإنسان يعني الغريب من يقبل أن يكون جسرا يوطى كغيره يصل إلى المناصب أو إلى الجاه أو إلى الأموال، وهو يعطى فتات ويضيع دينه. أي عقل هذا؟ أي منطق؟ زين ترى ما نشوف نسمع فلان مات، فلان فيها حادث، فلان سكتة قلبية، نسمع ما نسمع، لكن هل يدخل في القلب هذا؟ هل نحتفظ بنسخة؟ هنا السؤال. ترى هذا بمر على غيرك، انت بمر عليك. ايوه، انت ليش يعني في راسك ريشه؟ يعني لا، كلنا سواء. ايوه. تجد بعض الناس يدخلوا في معاملات عشان يحصل أرض، ربما يكذب، ولا بيشهد شهادة زور، ولا بيجيب رسالة ما حد يعرفها من هين، ولا يعطي رشوة هنا ولا هنا، أو يداهن أو غير ذلك، يمهد يقبل يدخل في صفقة غسيل أموال أو تجارة محرمة أو صفقات مشبوهة أو أشياء من هذا القبيل. إذن هذه الأمثال التي يضربها الله تعالى لنا في القرآن الكريم لا بد أن تقع من قلوبنا موقعا، وأن يكون لها أثر في سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي أعمالنا، وأن نزن كل شيء بموازين الله عز وجل. استمتع بالدنيا، توسع فيها، لكن بما لا يضرك في دينك. شيء يضرك في دينك كما خبرتك، هذا مبدأ عندك، لأنك أنت عندك يقين أننا ما خلقنا لهذه الدنيا، هذه الدنيا لا شيء، ما هذه الدنيا لا شيء، لا قيمة لها حتى يفسد فيها الإنسان دينه. يعمرها نعم، ينميها، هذا مطلوب، لكن ليس على حساب دينه ولا على حساب آخرته، لأنه خلق كما قلت أصالة للحياة الآخرة، فيكون عنده مبدأ يسير عليه، وعنده قواعد يبني عليه حياته. أي شيء يجي يشوف هذا يضرني في ديني ولا ما يضرني، هكذا القاعدة بقى. يضرني في ديني ما أبغاه، ما أريده، ولو إن شاء الله يخليني ملكا أو يخليني أغلى إنسان في الدنيا ما أريده. لأن ليش؟ لأني بتركه ما بخلد به، لن أخلد به، لن يكون سببا في تخليدي. الذي سيكون سببا في تخليدك ما هو؟ عملك هو الذي يخلدك، إما في جنة عالية أو في نار حامية. فاهتم بعملك أكثر من اهتمامك بأي شيء آخر. الله تعالى إنسان يكرم بالملايين أو بمئات الآلاف وما يخرج زكاتها، وخلاف لما يموت تروح الحسابات في البنك يحصلون موجودات، لا هو استمتع بهن وانفقهن ولا هو أدى حق الله بها. مثل تشوفوا كيف الإنسان، ولذلك الله تعالى ايش قال؟ قتل الإنسان ما أكفر. فعلا يعني ما يفكر بهدوء، ما يفكر بهدوء. لو يفكر بهدوء ترى الله تعالى أكرمني وعندي هذه مئات الآلاف، وأنا مخلي البنوك تنميها لنفسها وتستربح منها، وأنا منها بقدر أنفق منها، وإذا حصل أي خسارة مالية عوره هذا، ولكن ما يؤدي حق الله تعالى فيها، ويوم القيامة يكوى بها. لا إله إلا الله. يا لطيف. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. شوف كيف الله تعالى يستهزئ بهم. ايش يقول؟ أبشرهم، هنا مش بشارة، لكن هذا تهكم بهم. أبشرهم بعذاب أليم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. أنتم ما قاعدين تكنزوا وما تخرجوا الزكاة وبخلانين بحق الله ماشي. هذا هو. فليش الإنسان المال مال الله؟ اختارك الله من بين الملايين وأعطاك الأموال وغيرك تشاهده الفقراء، ربما يكونون أفضل منك، أقوى منك بدنيا، قد يكونون أكثر منك علما فهما، ولكن الله تعالى فضلك عليهم بالمال. فهذا محض تفضيل، ما أنت ما لك دخل فيه. لو شاء الله تعالى لأمرك بإنفاقه كله ولا مجال أمامك إلا السمع والطاعة، ولكنه رأفة بك أباح لك الاستمتاع بهذا المال وأوجب عليك شيئا يسيرا فيه. فليش تجعل ذلك الشيء اليسير سببا لعذابك في الدنيا والآخرة؟ فإذا الإنسان يحتاج إلى مراجعة للنفس. الإنسان ضعيف والإنسان يخطئ، ولذلك الله عز وجل جعل أبوابه مفتوحة لأنه يعلم ضعف الإنسان، فلا يعجب لا يتعجب من خطأ الإنسان، لا يتعجب من وقوع الإنسان في الذنب أو في الفاحشة، هذا لا يتعجب منه لأن هذا راجع للضعف البشري وللمغريات، لكن يتعجب منه من يستمر، يعني من يعصي الله وهو يضحك، من هو مقيم على ذنب ومعصية وهو لا يتحرك في داخله شيء نحو التغيير أو التبديل، هذا الذي يعجب منه. لذلك الله عز وجل في سورة آل عمران عندما ذكر المتقين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن أعدت؟ أعدت للمتقين. ايش صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والكاظمين والعافين والله يحب. وبعدين تعالوا ايش؟ فاحشة. تكلم عن المتقين، ترى نحن هنا مع الفاسقين. شوف كيف واقعية القرآن الكريم. القرآن كتاب واقعي، يعني كون الإنسان متقي وصالح ويقوم الليل ويصلي وعابد ربما يقع في فاحشة، ما في أي ذنب، في فاحشة، في ذنب عظيم، في ظلم، وارد جدا لأن الإنسان ضعيف. لكن الذي غير وارد هو الاستمرار، الإصرار، عدم التذكر، هنا محل الخلل. لذلك الله تعالى قال: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كيف ذكروا الله؟ كيف ذكروا الله؟ ذكروا الله بقوته وسلطانه وعظمته وأنه أهل للطاعة وليس أهلا المعصية، وذكروا الله بجبروته وشدة عقابه وأنهم لا يطيقون شيئا من عذابه جل وعلا. ذكروا الله، فكان هذا الذكر دافعا لهم ليش؟ للتوبة والاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله كملوا ولم يصروا. ليس من صفات المتقين الإصرار على الذنب والاستمرار عليه والتسويف والاغترار بإمهال الله، لأن الله تعالى سيمهلك سنة وسنتين وثلاث حتى تستفرغ العدد الذي كتبه الله لك من الإمهال، ثم بعد ذلك يأتي الله تعالى ويتحمل نتيجته. لا حجة لأحد على الله عز وجل يوم القيامة. الحجة لله على خلقه، الحجة لله على خلقه. فالإنسان عنده الدواء، عنده المرهم، التوبة. أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ما دام الله تعالى أحياك ومد في عمرك فأنت في مجال للتغيير والتبديل. لا شيء فات، ما شيء فايت، لا يوجد مستحيل.
ما دمت حيا فباب التوبة مفتوح لك. كل مطلوب من أي إنسان يراجع نفسه، يخفف. محاسبة الدنيا أخف عن محاسبة الآخرة. يحاسب نفسه، يفتش، يفتح ملفات، وجد خلل زلل يطلعه، وجد ما يحتاج إلى سؤال يسأل عنه، ما يقدر أن يتخلص منه حالا يتخلص منه حالا، وما لا يقدر يكتبه يسجله معذرة لله عز وجل. وبعد ذلك يستمتع بالمباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا ما خالصة، لكن في الآخرة ايش؟ خالصة. لكن كما قلت ما ينخدع الإنسان، ما ينغر. الغرور يعني أخطر مرض من أخطر الأمراض التي تردي الإنسان، تهلك الإنسان، هو الغرور. يغتر بشبابه، يغتر بجماله، بماله، بحسبه، بمنصبه، وكل هذه أشياء ثانية، هذه كلها بتروح، كلها هذه عواري مستردة. المال، الجمال، الشباب، الصحة، النسب، الحسب، المنصب، كل هذه عواري مستردة. لن تلقى الله عز وجل شيخا ولا دكتورا ولا مقدما، وإنما ستلقى الله تعالى فردا. أيوة. فهذا حقيقة يجب للإنسان أن يسجلها وأن يذكر نفسه بها. كما قلت الإنسان يضعف، لكن يحتاج إلى تذكير وإلى إعادة ترتيب الأوراق وإلى محاسبة للنفس، وأن يكون لديه مبادئ رصينة هي المحركة، يتحرك وفق هذه المبادئ ولا يتحرك وفق الهوى أو رغبات النفس أو ما يدفعني إليه المجتمع. لا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيب يبقى طيب والخبيث يبقى ما يتغير. ليس العبرة بكثرة من يتعاطى هذا الشيء، وإنما العبرة هو إلى حقيقة الشيء. فإن كان في ذاته طيبا فهو طيب ولو قل من يأخذه أو من يتمسك به، وإن كان خبيثا فهو خبيث وإن كثر من يتعاطاه أو من يتعامل معه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتيسير والعون والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. نعم.